السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ والنهارده هنشوف الصاج اللي عملناه الفيديو اللي فات هنطلع منه ايه وهنطلع اشكال عامله ازاي. المنطقه اللي انا قاعده فيها بقوا يطلبوه مني كتير. البوكس اللي انا بعمله ده من حلاوته ومن جماله ومن شياكته. يلا بينا، متنسيش تدعميني باللايك الجميل بتاعك علشان ده بيرفع من روحي المعنويه وبيخليني اعملك فيديوهات اكتر واكتر. وده الصاج بتاعنا اهو. هنبتدي بقى آه نفككه كده من الجناب بسكينة، اي سكينة عندك، وتبتدي تمشي على الحروف كده زي ما انتي شايفاني بمشي كده اهو. بصي، ايوه، تسلكي كده من الجناب وهتجيبي ورقتين من اللي هو الحواوشي بس بعد ما نعمل الوش بتاعه اهو. بصوا بسم الله ما شاء الله، عالي وجميل ازاي، ايه رأيكم؟ بصوا العلو بتاعه قد ايه، ما شاء الله. بس اتبعي المقادير اللي قلناها في الفيديو اللي فات، هيطلع معاكي ناجح وجميل وسمكه بسم الله ما شاء الله كده. تقدري تعملي بقى من الصاج ده جاتوهات، تقدري تعملي منه تورته، اي شكل تورته انت عايزاه، مربعه مستطيله مدوره، يعني براحتك شكلي فيه زي ما انت عايزه. بس انا بصراحه بفضل ان انا اطلع منه شغل بوكسات والكلام ده. اما التورت وكده بحب اعملها بدقيق الاسبونج الجاهز في المقاسات بتاعتها. يعني مثلا لو مقاس 18، مقاس 20، مقاس 22، بحب اطلعه في الحلل بتاعه التورت بالسبونج الجاهز. اما بالسجام بحب اشتغل فيها بالدقيق العادي. هنجيب بقى اللي زي ما انتم شايفين كده ورق الحواوشي المستورد اللي انا بستعمله ده اهو. وهبتدي بقى قشرت الوش وببتدي اقلب الصاج كده عليه زي ما انتم شايفين اهو. قلبنا الصاج بالشكل ده، وهنبتدي بقى نسلك الورق الحوش اللي احنا حاطينه تحت ده. هنشيله بقى بالراحة كده اهو. بصوا بيتشال بكل سهولة. بصوا اللون جميل وشكله حلو ازاي اهو. هتبتدي تشيلي بقى الورق ده كله، خلاص قضى مهمته. اللي ما شافش بقى طريقة الصاج ده هسيبها لك في صندوق الوصف اللي هو السهم اللي جنب الفيديو، تضغطي عليه هيظهرلك، او ترجعي تشوفي الفيديو اللي قبل ده على طول هيظهرلك الفيديو والطريقة بتاعة الصاج ده. ادي الصاج اهو نص ونص، وبصوا هنا بان اكتر عن الوش. هنبتدي بقى ايه نشكل التشكيلات اللي احنا عايزينها. دي قطعة مقاس 10 اهي. ببتدي بقى ان انا اقطع كده. انا حاطه برضو ورق حواوشي مستورد وببتدي احط عليه القطعات اللي انا بطلعها، القطع اللي انا بطلعها اهي. ماشي. هنبتدي بقى نقطع كده. بصوا بسم الله ما شاء الله، دي هتبقى البيبي تورته، بتبقى 3 من دول كده وانا بستعملها. وايه، بيبقوا عبارة عن 3 ادوار. بالقطاع بقى، في قطاعات سلستين، دي القطاعات اللي موجودة عندي الاحجام بتاعتها كلها، فانا بستعملها عادي. ما عندكيش في قطاعات كده بتبقى سلستين مقاس 10، مقاس 14، مقاس 18، براحتك برضو عشان اللي حابب يطلع تورتايه مقاس 14 او 18 او 16. القطاعات دي بتبقى موجودة سلستين كده، بتجيبيها من عند اي محل خامات حلوانية، مستلزمات حلوانية، وبتلاقيها موجودة على طول. انا بشوفها وانا بشتري الطلبات بتاعتي. بس انا بقول بقى مادام دي موجودة خلاص ومتاحة عندي خلاص. طلعت كده آه التورت اللي انا عايزاها الصغننه، وهبتدي اجيب المثلث اللي انا هعمله ديسباسيتو اهو، وهبتدي اقطع على هذا المقدار. وادي المثلث اهو. ببتدي بقى اقيس على قده واخد المقاس مظبوط واقوم مطلعه بالشكل ده اهو، واقيس التانيين. هاخد 4 مقاسات من المثلث ده، بطلعهم كده شوكولاتة كلهم. اما المربعات اللي هتشوفوها دلوقتي، انت هتقولي لي عامله الجنب اللي هناك ده فانيليا ليه؟ ساعات ناس بتطلب التورت تبقى فانيليا، فعادي ممكن نقطعها برضو فانيليا ساعات. انا بقى بطلع المربع بيبقى فانيليا برضو. فلازم نشكل البوكس علشان اللي حابب، في ناس بتحب شوكولاته وفي ناس بتحب الفانيليا، فلازم نشكل كده من البوكس عشان الكل يدوق الأطعم سواء شوكولاتة او فانيليا، ويقرروا هما بعد كده يطلبوا ايه براحتهم. ساعات بتجيلي طلبات فانيليا كل البوكس مثلا، وساعات بيجيلي كل البوكس شوكولاتة بعد كده اللي جرب يعني.
الحاجة اللي بيبقى حاببها بيطلبها تاني بعد كده. اهو ببتدي اخد المقاس برضو بتاعة العلب المربعة اللي هي علب السعادة، انا مسمياها علب السعادة اهي. باخد المقاسات بتاعتها وابتدي اشكلها. طبعا الحاجات اللي انت شايفاها الاسبونج اللي باقي ده طبعا مش وحش ولا اي حاجة، ده البواقي عفوا، دي البواقي اللي طالعة، فانا مش برميها، انا بستعملها في الكوبايات اللي هي الترافل، بيتحط فيها برضو، بتبقى كويسة جدا جدا. رصينا الحاجة، هنجيب الشربات الخفيف بتاعنا او السيرب الخفيف اللي هنسقي بيه الحاجة معانا، اللي هو الاسبونج. طبعا احنا كنا عملناه قبل كده، وهسيب لك الطريقة برضو في صندوق الوصف. بنحط كده الكريمة، وبعدين بنحط نسقي الشربات الخفيف للسبونج، وبعد كده بنحط الكريمة تاني اهي، ونسويها بقى، وهنشوف برضو هنعمل فيها ايه. هنخلص الوحدات اللي معانا كده كلها بنفس الطريقة، وهنشوف دلوقتي هنعمل ايه معانا اهي. ايه رأيكم بقى؟ مفيش اسهل ولا احلى من كده اهو. انا كان مطلوب مني 3 وبعدين عند الرابعة وانا شغالة والله، يعني الحمد لله كنت قربت اخلص، راح مطلوب مني الرابع كمان، فما بقاش عندي حاجة الحمد لله. من فضل ربنا عليا ان الحاجة مش بتقعد عندي، كله بينطلب على طول الحمد لله. فهنبتدي نساوي كده الوش اهو، عشان لما نيجي بقى نحط عليه الجلوهات يبقى متساوي وجاهز معانا، يا دوب نحط الجلوهات ونقوم مسويين برضو بنفس الطريقة كده، ونحط عليه كريسبيات او اي حاجة احنا عايزين نحطها على الوش، بتبقى الموضوع سهل وبسيط جدا جدا. الاتنين دول كانوا فانيليا، مطلوبين فانيليا عادي، اما التالت كان مطلوب شوكولاتة. دي القواعد اللي انا جايباها الجديدة اللي انا بستعملها للبيبي تورته، حلوة جدا جدا، والدراع الصغنن اللي طالع منها ده بتمسكي منه بيبقى حلو قوي 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 اهو. هنبتدي كده نحط قطعة من الكريمة في الارضية عشان نثبت فيها الوحدات اهي، ونسقيه بالشربات الخفيف، ونحط كريمة. طبعا كل ما كانت الكريمة في كيس الحلواني بتسهل عليكي احسن، وكمان الدورة دي بتسهل عليكي ان انتي تجلسي حلو وما تتعبيش، ولا ايدك تتعبك من الشيل ولا الكلام ده كله. كنت بعملها الاول بصراحة كنت ببقى مهدودة جدا 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 يوم ما ينطلب مني البوكسات دي، لاني كنت ببقى اعملها عروض. وطبعا اول ما بكتب ان في عروض على البوكسات دي، لاني بطلع البوكس ب65 جنيه، فمحدش بيصدق طبعا السعر او القيمة بتاعت البوكس، طبعا ما تديش، طبعا والله على قد تعبه وعلى قد شغله ما تديش، بس انا بحب افرح كده زبايني وافرح الناس بتوعي، فبعمله لهم كل فترة كده من العروض. في ناس بتحب تستنى العرض ده وتطلبه، فانا بقوم عاملاه. بس يوم ما بعمله بصراحة كنت ببقى مهدودة، لانه بيبقى متعب وبيوقفني كتير جدا جدا جدا، بس من وقت للتاني بحب افرح زبايني وكده. هنبتدي بقى نجلس التورتايه كده بالشكل اللي انتوا شايفينه. هنجيب السكريبر، طبعا الدواره دي بتسهل عليا كتير جدا جدا جدا. كنت بشيل في الاول على دراعي بصراحه، كنت بتعب جدا والفقرات بتوجعني ودراعي وكده. من ساعه ما اشتغلت على الدواره دي، انا كنت بشتغل عليها التورت الكبيره، قلت طب وليه ما اشتغلش عليها التورت الصغننه دي، لانها كان اليوم بيبقى متعب جدا جدا. فجبتها وقلت اجرب كده، فلقيتها سهله جدا وما تعبتنيش زي كل مره، والتجليس بتاع البيبي تورته طلع احلى من ما اشيله على ايدي. جلسناها كلها اهو. هنجيب بقى السكريبر المشرشره ونبتدي برضو نمشي عليها كأنها تورتايه، والله انا بتعامل معاها كأنها تورتايه كبيرة، مش بهمل فيها علشان مثلا البوكس هيطلع رخيص او الكلام ده كله، لا والله انا بتعامل معاها كأنها تورتايه كبيرة. وده اللي بيعجب الزباين بتوعي في الشغل بتاعي، ان انا بطلع الحاجة مهما كانت سعرها قليل، بس بطلعها باتقان وبطلعها حلوة جدا جدا كأنها سعرها عالي. مفيش اي حاجة، انا اللي مطلعاها بالسعر ده، محدش جابرني على كده، فانا لازم اطلع شغلي مظبوط. بجيب بقى منديل اهو، وابتدي امسح كده القاعدة عشان تبقى شكلها بتلمع وجميلة. وخلصناها بالشكل ده زي ما انتوا شايفينها. القاعدة دي عجبتني جدا فجبتها، فطلعت حلوة قوي. كنت بجيب القواعد اللي هي من غير مش مرشرة ولا حاجة، كانت بتبقى حلوة برضو، بس دي بصراحة ادتني شكل احلى.
هبتدي اعمل وردات كده على الجنب اهو. ده كان فكرة زبونة كانت هتاخد التورتاية الصغننة دي، بتهيألي عيد ميلاد ابنها، قالت لي كده عشان اقدر احط الشمعية في النص، فانا كنت بعمل الورد في النص، فهي لما قالت لي خليها على جنب عشان بس اعرف احط الشمعة، فقمت عاملة كده، فطلع بصراحة شكلها جميل برضو، فعملت بقية الاوردرات كلها بنفس الطريقة. خلصنا كده بالشكل ده، هنجيب المثلث بقى الديسباسيتو وهنبتدي نعمل فيه برضو الكريمة ونسويه اهو. حطينا الكريمة كده في الارضية، وبعد كده هنحط الاسبونج اللي احنا قطعناه على قد المثلث، وهنبتدي برضو نسقيه بنفس الطريقة عشان يديله طراوة ويبقى جميل جدا جدا. وهنبتدي نحط كده الكريمة برضو بنفس الطريقة. ايه رأيكم بقى؟ وهنبتدي نسويه برضو بنفس المنظر، وهخلص دول بنفس الطريقة اهم وسويناهم وخلاص. بيبقوا على كده هنحط الجناش، بس ايه مش دلوقتي، هحطهم في التلاجة دلوقتي على ما اظبط الدنيا واخلص الباقي. هو اليوم بيبقى متعب، بس الحمد لله انا ايه بانجزه، عشان في ناس بتبقى مستنية العرض ده بصراحة، فانا بعمله لهم كده كل فترة. بجيب بقى جناش شوكولاتة كده بالطريقة دي، او جيلوهات او جيلو الشوكولاتة لو عندك. انا المتاح عندي بستعمله كان جيلو الشوكولاتة خلصان، فجبت الجناش بتاع الشوكولاتة وببتدي ان انا امشي كده على الكوباية من جوه اهو. بيديها شكل حلو بقى لما بتمليها كده، بيديها شكل حلو من بره وبتبقى شكلها تحفة قوي اهي. بمشي كده على الكوبايات كلها بنفس الطريقة. انت هتلاقوني شغالة تلاتات تلاتات كده، 3 كوبايات، 3 مثلثات، 3 مربعات، 3 ترط، بنفس الطريقة دي. كان مطلوب مني 3، وانا شغالة بقى انطلب مني البوكس الرابع، فقمت مطلعه عاملاه لوحده. ما اخدش وقت خالص لان كل حاجة كانت جاهزة، الكريمة والسبونج كل حاجة كانت جاهزة، فعملته على طول اهو. هنبتدي نجيب ايه بقى؟ ادي قطع الاسبونج اللي هي متبقية معانا. هنبتدي نجيب الكريمة كده ونحط في الارضية كده حتة من الكريمة اهي. وهبتدي بقى احط قطع من الاسبونج دي. هنشوف دلوقتي طبعا الاسبونج احنا طازة ولسه عاملينه، يعني كله من صاج واحد، ما نقولش بقى دي قطع نرميها او كده، لا كل فتفوتة في الاسبونج لازم تستغليها، لانها طبعا حلوة جدا. مش معنى ان هي متقطعة كده كده كوبايات الترافل بتتعمل من الاسبونج اللي هو المتقطع اهو. بنفس الطريقة كده هنملى الكوبايات بتاعتنا نصها، يعني ما تملاش كلها، تملي نصها، بعد كده تسقي بالشربات الخفيف، وبعد كده هنحط كريمة اهو. وهنرجع تاني نحط قطع من الاسبونج بنفس الطريقة دي اهي. مفيش اسهل ولا احلى من كده. بصي كل القطع تقومي حطاها بقى كده، مليتي الكوبايات، هتبتدي برضو تسقي بالشربات الخفيف اهي. باخد برضو من القطعة السليمة واملى الكوبايات معاه. بقية القطعة دي هنخليها برضو هنحتاجها قدام في اي حاجة هنستعملها. بحط الباقي في التلاجة عادي، ما بيحصلوش اي حاجة. هنحط برضو الكريم اهو، وهنبتدي برضو نساوي الوش علشان هنعمله، هنحط عليه جناش شوكولاتة كده. بصي وتقومي مسوية كده اهي. انا عايزه الكوبايه متساويه، مش عايزاها. لو انتي عايزه الكريمه تبقى طالعه هتعملي شكل من الكريمه ويطلع عادي، لكن انا عايزه الكوبايه متساويه عشان تشوفوا انا هعملها شكل عامل ازاي دلوقتي اهي. بصوا مفيش اسهل من كده. خلصت معانا، بصوا شكلها بقى جميل ازاي اهي. بقت سهله جدا وجميله. عندي بقى جناش من الشوكولاته اهو.
طبعا كنا عاملينه مع بعض قبل كده في القناة، وهسيبلك برضو طريقته في صندوق الوصف ان شاء الله، ربنا يذكرني بس، واسيبلك كل الحاجات اللي انا قلتلك عليها دي في صندوق الوصف، عشان لو حابة ان انتي ترجعي لاي فيديو من الفيديوهات اللي احنا كنا عاملينها قبل كده تبقى قدامك وتعملي الوصفة سهلة وبسيطة جدا. حطينا كله على بعض اهو. هنجيب ايه بقى؟ ده اللي هي بديل زبدة اللوتس، خفاها بشوية زيت، وابتديت ان انا اعملها كده. حطيتها في كيس حلواني وفتحت فتحة صغيرة منه وعملت خطوط كده، هنروح رايح جاي عليها دلوقتي اهي. كله بقى بنفس الطريقة دي هنخططه كده، وهنشوف دلوقتي هنعمل فيه ايه. خططناه كله اهو. هنجيب بقى خلة من الاسنان، طبعا انا جايبة علبة ومخليها عندي، والخلة اللي بطلعها استعملها ارميها ما بستعملهاش تاني اهو. العلبة عندي موجودة في قلب المطبخ، بستعملها على طول. خطوط رايح جاي كده بتدي شكل جميل جدا جدا للكوباية من فوق، بيبقى شكلها تحفة. خلصناهم وحطيناهم في التلاجة. هنجيب بقى المربعات بتاعتنا. هنحط واحدة جيلو مانجا، طبعا انا بستعمل جيلو المتحدة، بيبقى جميل وبيدي طعم حلو قوي اهو. هنعمل واحدة مانجا وواحدة فراولة، وبرضو هنسويهم بنفس الطريقة على الوش. هتسويهم كده بقى بالطريقة دي، وهتحطي بقى اي كريسبيات على الوش. هتعملي ورق ترانسفير وتحطي منه على حسب المتاح عندك او الموجود. ما تتوقفيش على حاجة، اللي عندك يشغلك، ما تتوقفيش او لازم انا اجيب كذا، لا مش مهم، الموجود عندك مادام حاجات كويسة خلاص استعمليها وبتبقى حلوة جدا جدا. هنغسل معلقة وهنيجي نعمل جيلو الفراولة كمان نسويه على الوش. بصوا بقى الكوباية السعادة او علبة السعادة دي بيبقى شكلها جميل قوي قوي اهي. ساعات ناس بتسألني ايه الاحمر وايه الاصفر ده، بقول لهم ان ده جيلو مانجا وده جيلو فراولة، بيبقى حلو قوي قوي اهو. تساويه كده بنفس الطريقة دي. بصي بأي معلقة عندك وتقومي مسوية الوش ده بس، وخلص على كده. ادي العلبتين عندنا. هتجيبي بقى اي كريسبيات زي ما قلتلك وتبتدي تنطوريها على الوش. انا هحط واحده كريسب بامبا او روز كده، واحط عليها كريسب ابيض، اديها شكل جميل قوي زي ما انتوا شايفينه كده. وبنفس الطريقه هنحط واحده كريسب ابيض في النص كبيره، وبعدين حواليها كريسب ابيض صغير، يبقى شكله جميل برضو بنفس الطريقه دي. تمام، خلصناهم وحطيناهم في التلاجة كده. خلصوا على كده علب السعادة. هنيجي للمثلثات بتاعتنا. ادي جناش الشوكولاتة، هنبتدي ان احنا نحط على الوش معلقتين كده، ونبتدي معلقتين 3 كده من الجناش، وتبتدي تنزلي بيه بالراحة وتمشي بيه على الجناب كده اهو بنفس الطريقة دي، وتسيبيه على جنب وتعملي بقية المثلثات التانية. خلصتهم كلهم وجبت العلبة اللي كانت مطلوبة برضو ان هي كلها شوكولاتة، لان في بوكس منهم كان مطلوب ان كله يبقى شوكولاتة اهم. هنجيب بقى ادي التورت بتاعتنا الصغيرة البيبي تورتة، وهنبتدي ننزل زجزاج كده بالراحة شلالات، ونبتدي نغطي الوش بتاعها بجناش الشوكولاتة برضو اهي. بصي بالراحة كده بقى وتنزلي بالشلالات بتاعتك عشان تبقى شكلها حلو. والله بتعامل معاها زي ما انتوا شايفين كده كأنها تورتاية. بصوا عادي خالص جدا جدا اهي. بصوا المنظر الجميل اهو. ومعلقة صغننة كده وتبتدي تساوي جناش الشوكولاتة على الوش. حاولي ان انتي تبقي الجلوهات والجناش قبل التسليم على طول، علشان يبقى شكله بيلمع ويبقى شكله حلو اهو. ودي الاماكن اللي ما فيهاش جناش بنحط فيها، ودي الشلالات بتاعتنا اللي نازله. وهنحط برضو كريسبي عفوا، وهنحط برضو كريسبيات هنا على الوش اهو بعد ما نخلص الجناش الشوكولاته
وتبتدي برضو تساوي الوش. حاولي الجناش ما يبقاش سايل قوي عشان ينزل معاكي مظبوط، ما ينزلش سايح ويغرقلك الدنيا. بصوا المنظر رائع وجميل جدا 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 اهو. خلصتهم بنفس الطريقه دي زي ما قلتلك بقى. هنجيب الكريسبيات ونحط على كل ورده من اللي احنا عملناها في الجنب دي واحده من الكريسبي كده اهي. تجيبي بقى كريسبي نحاسي، كريسبي اسمر، المهم تكسري اللون علشان يديكي منظر جميل زي ما انتوا شايفين كده. خلصناهم اهم. هنبتدي برضو نحزم التورتايه الصغننه بنفس الطريقه، وردات صغيره كده داير ما يدور حواليها اهي. ايه رأيكم بقى في الشكل الجميل ده؟ وانتي هتشوفي في البوكس في الاخر هيبقى طالع عامل ازاي. ناس كتير هتقولي مكسبك فيه ايه ومش مكسبك، وانتي كده بتضيعي وقتك ومجهودك ومش عارف ايه. بصوا انا عندي سعادة الناس وسعادة الزباين بتوعي بأي حاجة تانية خالص. يعني بصوا اي حاجة تانية عن كده، مادام انا فرحتهم ومادام بامكاني ان انا افرحهم خلاص، مفيش اي حاجة. الحمد لله وربنا بيراضيني والحمد لله على كده اهو. بصوا المنظر، بصوا الشياكة والله العظيم. يعني بصوا جميلة. في ناس كانت بتطلب البيبي تورتة دي يعملوا بيها سيشن. يعني البيبي تورتة الصغننة دي كانوا بيطلبوها يعملوا بيها سيشن، عيد ميلادهم عايزين يعملوا سيشن، فكانوا بيبقوا عايزين البيبي تورتة دي لوحدها كده من جمالها ومن حلاوتها كده ومن شياكتها وهي صغننة وجميلة كده. هتجيبي بقى ايه لوتس، قصدي يا ربي ايه، هتجيبي صوابع اللي هي الفلوتس، هتجيبي انا ببقى مسيحه شوكولاته وعاملاها عندي على شكل معالق. يعني المتاح عندك استعمليه اهو. بصوا انا كنت عامله اشكال كده، ودي بارات شوكولاته، كنت عامله بار ابيض عشان اكسر العلبه السعاده اللي هي الشوكولاته كلها، وكنت حطاها بنفس الطريقه دي وعامله معاه. وتبتدي بقى تحطي كريسبيات كده جنب معالق الشوكولاته اللي انتي عاملاها اهي. انا ساعات بحط بقى صوابع في اللوتس، اي حاجة متاحة عندك تشكلي بيها على الوش كده تدي منظر جمالي وحلو جدا جدا للعلب اهو. بنفس الطريقة ببتدي احط كريسبيات، واحدة نحاسي وواحدة ابيض، وانزل بيها بالطريقة دي كده. خلاص خلصوا معايا. هحط بس حوالين البار الابيض ده كريسب ابيض برضو كده يديله منظر، وهقفل على كده العلب. هتبقى كده خلصت معايا. هنبتدي نرص بقى العلب بالشكل ده، كل بوكس في وحده لوحده عشان نسلمه اهو. زي ما انتوا شايفينه بيبقى عبارة عن واحدة بيبي تورتة ومثلث وعلبة وكوباية زي ما انتوا شايفينها كده. بطلعه الواحد ب65 جنيه. الناس اللي بتسألني عن السعر بقول السعر في اخر الفيديو. كملي الفيديو للاخر هتعرفي السعر اللي انا بطلع بيه، لان بيجيلي كومنتات طلعتي بكام، السعر بكام. انا دايما بقول السعر في اخر الفيديو، فبعرف ان انتوا ساعات مش بتكملوا الفيديو. كملي الفيديو للاخر هتعرفي السعر. بنفس الطريقة دي وبنفس الشكل ده البوكس بيطلع. اتمنى ان هو يعجبكم، اتمنى ان انتوا تجربوه. احلى واجمل متابعين في الدنيا.